عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. النهاردة نعمل مع بعض حاجة الولاد بيحبوها جدا، وكمان الكبار، اللي هو الكاندي أو اللي هو الجيلي كولا. عايزين بيبسي زي كده أو كوكا كولا اللي انتوا حابينه. وطبعا عايزين كمان عسل كلوكوز اللي هو ده. هو رخيص جدا على فكرة عند أي حد بتاع حلويات. وعايزة كمان جيلاتين، ده وده الجيلاتين بيجي برضو من عند بتاع الحلويات. عايزة معلقتين. وده سكر عادي، عايزين بودر عادي برضو معلقتين برضو. وطبعا عايزين بقى القوالب السيليكون دي عشان اي شكل بقى انتوا حابينه، عشان نعمل ايه الاشكال فيها. واللي مش عنده ممكن يعمل في قوالب التلج اللي هي بتكون في الفريزر بتاع التلاجة، بس يدهنها دهنة زيت بس عشان تبقى سهلة لما يعني في التلاجة ما نحطها وتسقع نقدر نطلعها بسهولة، يعني تبقى زي الشكل. بس عايزة اقولكم معلومة ان لازم البيبسي مثلا تسيبوه يوم، او لو عايزين تعملوه على طول ممكن 4 ساعات تسيبوه كده. زي ما انتم شايفين انا فضيت نص الكنزية واحط عليها الجيلاتين واقلب كويس كده. بسم الله، زي ما احنا شايفين كده نقلبها كويس لغاية ما المكونات دي تندمج مع بعض كده. هنقعد نقلب كده لغاية ما يتقل كده زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه على جنب بقى. دلوقتي احنا فضينا النص التاني من البيبسي، هنحط عليهم معلقتين السكر عادي لما يفور عادي عادي. نقلب فيه ان هو البيبسي بيفضل فيه فترة الصودا بتاعته. دلوقتي كمان هنحط معلقتين مع عسل كلوكوز زي ما انتم شايفين كده. دي معلقة عسل الكلوكوز، وطبعا تقيل فننزلها زي ما انتم شايفين كده. احنا بننزلها ونجيب معلقة تانية نحطها كده، تاني معلقة كده زي ما انتم شايفين هننزلها. واللي ما عندوش عسل كلوكوز على فكرة ممكن السيرم اللي احنا بنعمله للحلويات تحطوا معلقتين منه عادي. هنقلب كده بقى زي ما انتم شايفين لغايه ما السكر والجلوكوز يدوبوا كده مع البيبسي. طريقته سهله جدا بصراحه وحلو جدا، جربوه احسن من بره كمان. دلوقتي بقى كده هنحط كل دوت على البوتاجاز عشان يسيح اكتر كده زي ما انتم شايفين. هنقلب طبعا. انتوا عارفين البوتاجاز هيخليه كله يسيح، العسل الجلوكوز وكمان السكر العادي. نخليه حوالي 5 دقايق بس كله كده يسيح عشان نحط الجيلاتين بالكولا اللي احنا حطينا او بالبيبسي اللي احنا عملناه وحطيناه على جنب. بصوا كده بدأ يسيح كله. بصوا مفيش اي حاجة صغيرة كده زي ما شايفين اهو، لازم يسيح كله معانا. لو بقى حطيتوا البيبسي او الكولا وهي فيها صودا كانت بقى فارت وبهدلتكم. كده خلاص زي ما انتم شايفين. بصوا كله دايب خلاص كده. كده هنجيب بقى دلوقتي الجيلاتين اللي عليه البيبسي وهنضيفه بقى على البيبسي ده. كده بقى شكله بعد 5 دقايق. بصوا كده اتجمد كده. بقى هنضيفه على الكولا اللي احنا حطيناها على البوتاجاز اللي فيها طبعا ايه السكر والعسل الجلوكوز زي ما انتم شايفين كده. احنا هنضيف بقى المكونات بتاعتنا بس نقلب كويس زي ما انتم شايفين كده. احنا حطينا بصوا كله كده الجيلاتين بالكولا، ونقلب بقى كويس لغايه نطفي شويه دقيقتين ونقلب وبعد كده نولع عليها تاني كده زي ما احنا شايفين. بصوا كله كده مفيش اي حاجه ولا تكتلات. هنشغل بقى البوتاجاز تاني
لغايه ما يغلي ونطفي عليه بقى ونسيبه شويه يهدى، وبعد كده نحطه في القوالب السيليكون كده وهو على النار. برضو نستمر في التقليب كده لحد ما يغلي. كده زي ما انتم شايفين بدأ يغلي خلاص، يعني يغلي غلوة كده خلاص نطفي عليه. كده زي ما انتم شايفين غلى خلاص، نطفي عليه ونسيبه 5 دقايق يهدى، وبعد كده نحطه في قوالب السيليكون. اهو بصوا بيبقى عامل زي السيرم كده، يعني تقيل شويه صغيرين كده. خلاص برد شويه، سيبناه 5 دقايق. دلوقتي بقى نحطه في قوالب السيليكون بمعلقه كده او اي حاجه. بصوا كده كده زي ما انتم شايفين الكميه اللي انا قلت لكم عليها عملت ال4 قوالب كده. اي بقى شكل عندكم ممكن تعملوه. هنحطه في الفريزر بقى زي ما قلت لكم من 6 ل 8 ساعات، او ممكن تشوفوه بعد 4 ساعات ممكن يكون جمد يعني. بعد ما يجمد برضو هوريهولكم زي ما انا قلت لكم كده. بصوا انا جبت قوالب التلج وحطيت فيها، بس ده طبعا عملت غير المقدار اللي انا عامله تاني يعني مزوده، بس عشان اوريكم. وبعد كده دهنتها دهنه زيت كده عشان لما اجي اشيلها من القوالب تتشال سهله معايا. وكده حبايبي الجيلي كولا او الكاندي بعد ما طلع من التلاجة يا ريت تجربوه. بس بقى انا عامله اشكال زي ما انتم شايفين بجد احسن من بره، عاملينه في البيت وضامنينه عشان الولاد بيحبوه جدا. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.